السلام عليكم متابعين قناة باسم تاتش. قبل كل شيء إذا ما مشترك بالقناة لازم تشترك، لأن راح تفوتك هواي معلومات عامة عن العراق والوطن العربي راح أقدمها بقادم الأيام. اليوم أقدم لكم 15 قناة عراقية لشباب عراقيين، أتمنى منكم دعمهم. آسف إذا نسيت أحد من القنوات العراقية، اكتبوا لي بالتعليقات عن أفضل يوتيوبر راح تشوفوه أو تفضلوه، ولو كان التصنيف يمكم منو راح تختارون رقم 1. للمعلومات طبعا أنا ما مصنفهم حاليا، يعني راح مجرد أنه أعرضهم من أصغر قناة إلى أكبر قناة من ناحية المشتركين، يعني هذا مو تصنيف، مجرد مشاهدة للقنوات العراقية حتى تدعموها. قناة أبو بكر الجنابي. أبو بكر شاب عراقي، قناته من النوع خاص وأنصحكم بمتابعته. عن نفسي أعتبره مثال للشاب الناجح، فيديوهاته غيرت الكثير من الناس للأحسن، طريقة توصيل معلومته الدينية بطريقة شبابية وحلوة. حاليا هو منقطع عن القناة منذ أكثر من 2 سنين، أتمنى يرجع للقناة. دخلوا لقناته وما راح تتندمون أبد، وانطوا اشتراك إله حتى بلكت يرجع مرة ثانية ينشر بيها. تابعوا. قناة تي كي سكواد. صاحب القناة أحمد أديب، جيمر عراقي، محتوى قناته ألعاب بي سي وكونسول، حتى سيجا هم تلقى عنده، شخصيته محبوبة جدا. تابعوه واشتركوا بقناته. قناة يوميات عراقي حشاش. صاحب القناة سيف وأصدقائه يقومون بتصوير الفيديوهات من الواقع العراقي بس بطريقتهم الخاصة، وأيضا عمل مقالب مع الأصدقاء. تابعوا قناتهم ودعموهم بالاشتراك. قناة أحمد الأوسي. صاحب القناة أحمد مقيم في السويد، محتوى قناته ترفيهي، وأيضا برنامج حشيش محلي اللي كان يعرض قبل كم سنة في اليوتيوب من إعداده وتقديمه، وأيضا برنامج هاشتاج ينتقد الحالات السلبية بالمجتمع بطريقة كوميدية. تابعوا. قناة علي هادي علي. علي هادي علي مختص في عالم التكنولوجيا والحاسوب، وأهم شيء يجاوب على كل استفساراتكم. محتوى قناته تقني بين تطبيقات مفيدة للموبايل والحاسوب، وأيضا معلومات مفيدة حول الأردوينو. إذا عندكم سؤال تقني سألوه وما يقصر أبد. تابعوا. قناة AMF للكوميديا والتحشيش العراقي. صاحب القناة عمار ماهر، محتوى قناته تصوير أفلام قصيرة للضحك، وأيضا دراما وقصص وبعض الفلوجات عن حياته اليومية. تابعوا قناته واشتركوا بيها. قناة لؤي الساهي، محبوب العراقيين، يقوم بتصوير فلوجات عن حياته اليومية يوميا الساعة 9 ليلا بتوقيت بغداد. الفلوجات كلش حلوة، أعراس ومناسبات وسفرات، اللي ضايج وروحه طالعة يشوف لؤي الساهي. وأتوقع يعني هو مجرد توقع، العراقي اللي راح يوصل للدرع الذهب هو لؤي الساهي. تابعوا قناته واشتركوا بيها. قناة أمين حسين. أمين حسين لاعب كرة قدم وإديتور،
المونتاج بقناته من أروع ما تشاهده، متعوب عليه. محتوى قناته هو الجيمنج وأيضا انبوكسينج بطريقة احترافية، وبعض الفلوجات عن حياته اليومية. نتشوف أي فيديو من فيديوهاته لازم تكمله للنهاية. وصل لغاية الآن إلى أكثر من 200 ألف مشترك. تابعوه. قناة أمير العبادي. الممثل العراقي أمير العبادي يقوم بتصوير وإخراج والتمثيل مقاطعه في اليوتيوب من الواقع الاجتماعي، ولكن بصورة كوميدية. طبعا مثل في مسلسل شراوية اللي انعرضت في رمضان ويا ممثلين ولايات بطيخ، وأجاد الدور. أتمنى تدعموا وتوصلوا للمليون مشترك. قناة ثائر وأياد للتحشيش. ثائر وأياد شخصيتهم حلوة، حشاشة باب أول. محتوى قناتهم تمثيل الواقع العراقي بصورة كوميدية جميلة جدا. ادعموهم واشتركوا بقناتهم. يوميات واحد عراقي. قناة عراقية ترفيهية تهتم بكل ما يخص المجتمع العراقي من مواضيع يتناولها بطريقة ساخرة. هدفهم الوحيد هو إسعاد جمهورهم. تابعوهم واشتركوا بقناتهم. قناة جد الشايب. صاحب القناة يرتدي قناع شايب. فكرته حلوة بالقناة. محتوى قناته الجيمنج. طبعا كل اليوتيوبرية الجيمنج أمين حسين وعلي المرجاني وغيرهم يقومون بتحديات مع بعضهم. تابعوا قنواتهم، يستاهلون ويستاهل جدو. قناة الأفلام العراقية القصيرة. صاحب القناة عبودي ابن الدورة. محتوى قناته أفلام قصيرة هادفة، وأيضا برامج وتحديات مع المشتركين. تابعوا قناته. قناة علي المرجاني. علي المرجاني قناته من أكبر وأقدم القنوات على اليوتيوب من ناحية الجيمنج. بدأ قناته قبل 4 سنوات وبعدها تقدم خطوة بخطوة. محتوى قناته بالدرجة الأولى الألعاب الجيمنج اللي هو يعتبرها عالم الخاص، وفكاهي وتعليمي أيضا، وبعض الفلوجات عن حياته. تابعوا وادعموه، يستاهل علاوي. قناة DMA. صاحب القناة ذو الفقار. تعتبر قناته من أقدم القنوات العراقية في اليوتيوب منذ سنة 2011. محتوى قناته هي أفلام قصيرة وفلوجات، وأيضا برامج مثل برنامج شبيك لبيك، الكيك بين إيديك، برنامج ساخر على بعض أصحاب الكيك. وصل لحد الآن إلى 340 ألف مشترك. تابعوا. بنهاية الفيديو عن قريب راح أعمل فيديو عن معلومات غريبة أتحداكم إذا سامعين بيها عن العراق وعن الوطن العربي بصورة عامة. اشترك بالقناة حتى يوصلكم الفيديو، وشكرا للمتابعة. إلى اللقاء.